شفهيا ده اللي وصل لنادي الزمالك شفهيا. نادي الزمالك حاول انه او طلب انه يلعب هذه المباراه في استاد القاهره الدولي وبجمهور، ولكن رد عليه الامن ان هو هيكون غالبا في الكليه الحربيه وبدون جمهور. لكن هذا الكلام شفهي من اللواء علاء مقلد مدير النادي. خليني اتكلم معانا على التليفون اللواء علاء مقلد. مساء الخير يا فندم. انا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك ربنا يخليك. اتفضل. كله كويس؟ الحمد لله. طيب، يمكن نادي الزمالك حاول او طلب من خلال يعني حضرتك في فاكس رسمي ان النادي او ماتش الزمالك والاهلي القادم يكون في استاد القاهره. احنا كابتن حازم اخترنا الاستاد واخترنا الكليه الحربيه على ان احنا عايزين نلعب المباراه بجمهور. الكليه الحربيه يعني ده بنحاول ان احنا برضو نتاكد. هو الحقيقه الناس برضو في الاستاد وفي الكليه الحربيه قالوا احنا ما عندناش مانع، بس عايزين موافقه الامن. طبعا موافقه الامن يعني مشروطه، لا شروط ان احنا ننفذ الطلبات اللي النيابه طالباها في تامين الملاعب وكده. فطبعا واضح برضو ان الطلبات لسه ما اكتملتش، فيبقى الوضع الطبيعي. انا برضو باتصال تليفوني وقدرت افهم شفاهه ان المباراه غالبا هتكون في الكليه الحربيه وبدون جمهور، الا اذا جد في الامر جديد، لكن حتى اللحظه دي شفاهه في الكليه الحربيه وبدون جمهور. ده يمكن اللي حضرتك حسيت بيه ان خلاص المباراه غير لو جد بقى في الامور يعني لو جه بقى اللي بقى اذا بقى قالوا بقى هنلعب بقى بجمهور وتعود الحياه، وده موضوع ثاني بقى. يا ريت يا ريت نتمنى ذلك، ولكن الامور صعبه. طب طمنا على يعني كل الاجواء يعني لو الماتش بدون جمهور ده هيبقى اسهل لاداره نادي الزمالك لاقامه المباراه. مين اللي يخش الملعب؟ هتبقى عامله ازاي بعد ماتش الزمالك واهلي؟ اكيد في ناس كتير هتحاول تخش هذه المباراه. عاملين ايه استعداداتكم لهذه المباراه يا سياده اللواء؟ لا، هو الامن لما بيبعت يقول بدون جمهور يبقى يعني بدون جمهور، يعني مش مثلا هيتساهل لبعض الجمهور وبعض يخش وبعض لا بجمهور، يعني نفس الاعداد اللي هي منصوص عليها في اللائحه اللي هي بتخش فقط لا غير. وبالتالي برضه مراقب المباراه بيتحقق من الاعداد. فاعتقد يعني ان ما اعتقدش حد من الجمهور هيحاول يجي، هيبقى فاهم ان دي لوائح بتطبق وما فيش داعي انه يحرج نفسه او يجي طالما ان المباراه بدون جمهور، ما فيش داعي للاحراج. واعتقد الناس كتير هتفهم هذا الموضوع يعني. بشكرك شكرا جزيلا اللواء علاء مقلد وتوضيحه عن موضوع اقامه المباراه. الزمالك حاول او طلب ان هو يبقى بجمهور، ولكن الامن رد شفاهه ان الموضوع صعب يبقى بجمهور في ظل الاجواء الحاليه، غير بقى لو في حاجه يعني جدت او يعني استجدت في الامور او بقى في الامور امور. ولكني استبعد طبعا ان حد ياخد هذا القرار. ممكن الله اعلم، ممكن الدكتور محمد مرسي يطلع قرار مثلا انه حبا في الكوره او في الرياضه يدخل يبقى فيه قرار جماهيري، الله اعلم. لكن هو اكيد لازم يبقى قرار يعني قوي وقرار من هيئه عليا او من حد جامد يعني ان هو يقدر ياخد هذا القرار. لكن اعتقد لو على مستوى الداخليه هيبقى صعب القرار ان هو يبقى فيه جمهور. محدش يقدر يتحمل مسؤوليه الجمهور حاليا في استاد الكليه الحربيه او استاد الكليه او استاد القاهره. اعتقد هيبقى صعب ان حد ياخد